هذه مرتي الخائنة صرت البروشة. ها لا جواد خدم عقلك يا جواد. اللهم نسمع الناس في الزنقة يقولوا لي امرأة أرملة أو امرأة مطلقة. خائنة صرت البروشة. تمام. الهضرة اللي سمعتو دابا قالتها السيدة هادي بنت سهلة حرفيا، وتخيلوا معايا إلا قلت لكم الزوج ديالها ما خلى ما دار على قبلها. والأكبر من هادشي بأنه جابها من البادية للمدينة باش يسكنها ويحسن المستوى المعيشي ديالو. والأكبر من هادشي هذا كامل كيخدم فاش ما كان باش يوفر ليها داكشي اللي بغات. في المقابل كنلقاو هاد السيدة هادي كتمشي مع الرجال لديورهم، أي أنه كتخون الزوج ديالها. فكرت أكثر من مرة باش أنه يطلقوا وهادشي كامل غير باش دير داكشي اللي منات على النفس ديالها، يعني تبقى تفسد. ولكن ما قدرش تطلق، والسبب ديال هادشي بأنه خافت من العائلة ديالها ومن نظرة المجتمع، ولكن ما خافتش من الله سبحانه وتعالى. وتخيلوا معايا بالآخر ما طاف ما تلقاش شي حل اخر بأنه تقتلوا. باش بلا ما نطول عليكم ويلا ندخلوا في تفاصيل القضية كيف ديما. ما تنساش تخلي شي لايك وتعود الكومنتيرات وتصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. نبداو بالقضية ديالنا. السلام عليكم. القضية ديالنا كتبدا في 1995 وبالضبط في مدينة دار بيضاء. كان معنا السيد هذا الاسم ديالو إسماعيل، في عمره 25 سنة. وهذه الزوجة ديالو الاسم ديالها خديجة وفي عمرها 20 سنة. قبل ما يجيو هاد الناس مدينة الدار البيضاء كانوا ساكنين في البادية، واحد هو سميتو يطرحو دوزو واحد الطفولة اللي قاصحة شوية. دوزو واحد الوقيتة قاصحة شوية كما كتعرفو كاملين. الظروف المعيشية قاصحة، ولكن هنا اسماعيل هادشي موقفش ليه في طريقو. كان مقاتل وموفر الجوزة ديالو أي حاجة محتاجة، أي أنه الدار ديالو هما كانوا مخصوصين حتى حاجة. مرة يخدم في الفلاحة، مرة يمشي يصنادق السوق. المهم هو ميبقاش بلاش. حتى لهنا كلشي مزيان رغم الظروف المعيشية راها قاصحة. إنه هاد الجوج هادو راهم مرتاحين في حياتهم وعايشين بخير ومرتاحين. اسماعيل هنا غطى عليه فكرة، علاش ما نمشيش لكازا ونخدم تما، وإن كازا فيها الخدمة موجودة. وهنا ما لقاش واحد اللي غادي يهضر معاه من غير الأخ ديالو عندو باتيسري تما. اسماعيل غادي يدوي مع خوه وغادي يقول ما كذبش لك أخويا، بغا نجي مدينة الدار البيضاء وبغا نبدا حياة جديدة أنا ومراتي وولادي. مبقاش أحسن منك لا غادي نهضر معاه ويشوف ليا شي خدمة تما. والأخ ديال اسماعيل حتى هو جاتو من جنة هو الناس. قال الخو ما يكون الخير، جمع حوايجك وجي عندنا ومرحبا بك نقلبولك على خدمة. اسماعيل هنا غادي يهضر مع الزوجة ديالو بأنه السيمانة الجاية غيمشيو لكازا. ودو كيجمعو حويجاتهم إلى آخره. مورا هادشي غيجي النهار اللي غيمشيو لكازا، وتما غيلقاو الدار اللي غيكريو. اسماعيل غيجمع وليداتو الزوجة ديالو من تما. فين غيوصل النهار ديالو لكازا غادي يهضر مع الأخ ديالو وغادي يقول ليه مرحبا بك جيت تخدم معايا في الباتيسري ديالي. فعلا داكشي اللي غيوقع. بالإضافة لهادشي بأن الدار اللي غادي يكري إسماعيل راه كاينة في نفس الحي اللي ساكن فيه الأخ ديالو. والأخ ديال إسماعيل بالدور ديالو ساكنة مع الأم ديالو. إنه إسماعيل والأم ديالو والأخ ديالو راهم ساكنين في نفس الحي. إن إسماعيل والأخ والزوجة ديالو غيبداو حياة جديدة جيران جداد. إسماعيل كيفيق مع الفجار كان كيمشي يصلي هو الأخ ديالو. من بعد هادشي كيمشيو للباتيسري كيعجنو إلى آخره. من بعد كيسيرو مع ديك العشرة إسماعيل راه كيمشي كيبقى مع الأخ ديالو في لاكيس حتى الليل. إن الخدمة عندهم تما مكانش تسالي. وإسماعيل كيرجع في وقت متأخر من الليل، من العشرة ديال الليل عاد كيدخل الدار كياكل شي حاجة عاد كينعس. ولا عاد غد الليل عاد باش كيتعاود نفس الموضوع. إنه هذاك هو النهار الوحيد يوم الخميس اللي كيريح فيه في السيمانة باش يرتاح فيه. وبداك النهار بدات هو النهار اللي كيمشي فيه الحمام، يقدر يخرج فيه ولادو، يقدر يخرج فيه مراتو الى اخره. في واحد النهار بحال كاع الايام غادي يوصل يوم الراحه ديالو اللي هو يوم الخميس. الجوجه ديالو غادي تقتار عليه علاش ما نمشيوش للغابه ونديرو الوليدات يلعبوا مع راساتهم، ونفس الوقت نطيبوا شي طاجين ونضحكوا مع بعضياتنا.
والزوج هنايا كما كتعرفوا كاملين ظريف مع الزوجة ديالو ومبقاش غير على قبلها، لأنه مغاديش يرفض لها الطلب ديالها في المرة. فعلا غنمشيو للغابة، ولقيت إلا غنمشيو للغابة غنبقاو داخلين للغابة حتى غادي يوقفوا عليهم 3 ديال الأشخاص غيشدو إسماعيل ويبقاو يضربوا فيه وكيعطيوه في العصا. والزوجة هنا غير واقفة وكتغوت ربي اللي خلقها. بالإضافة لهادشي حتى الوليدات كيغوتو وكيبكيو ربي اللي خلقهم، ولكن ملقاوش اللي يدافع عليهم من مرة. وإسماعيل كياكل في العصا حتى غيطيح على الأرض وما يبقاش يتحرك من مرة. فلكم أن تتخيلوا الحالة النفسية اللي غيكونوا فيها الوليدات كيشوفوا باهم كياكل الفراسة وطايح على الأرض وهما كيبكيو. بالإضافة لهذا الشيء حتى الزوجة ديالو طايحة على الأرض وكتغوت. وهذا المنظر اللي عدوك وما تبغيش ليه. بقى الله يطيح في سماع الأرض وهو فقد الوعي. دوك 3 غادي يهربوا. ما بعد شوية غتجي سيارة الإسعاف غيهزو إسماعيل ويديوه للسبيطار. والبوليس هنا غيسولو الزوجة ديال إسماعيل اللي هي خديجة شنو وقع. ولكن خديجة هنا ما قادتش تهدر بمرة، والوقت كامل هي كتبكي وكتنخسس. البوليس هنا غادي يهدنوها وغادي يخلوها ترتاح. من بعد هادشي غادي يسولوها، والضابط المسؤول على القضية غادي يقول لها شكون دوك الناس، واش كتعرفيهم ولا هضرتو معاهم عاد بداو كيضربوا فيكم ولا شنو وقع. وخديجة هنا كتقول للبوليس بأن دوك الناس ما كنعرفوهمش من مرة وما عمري شفتهم في الأصل. حنا كنا يلا غادي للغابة حتى غيوقفوا علينا وغيبقاو يضربوا بإسماعيل حتى غيطيح على الأرض. ودابا عافاكم بغيت نعرف إسماعيل كيفاش بقى. ودابا المشرف على القضية وقال لها راجلك غنديوك تشوفيه، عافاك عاونينا بشي معلومة باش نوصلوا لهاد الناس هذا. والضابط هنا غيقول لها شنو كانوا لابسين ولا عطينا المواصفات ديال الوجه ديالهم. وفعلا خديجة هنا غادي توصف الملامح ديال الوجه ديالهم. الإضافة ديال هادشي كانت بقى عاقلة على الحوايج اللي كانوا لابسين. هادشي اللي خلي البوليس يديروا التمشيط للغابة كاملة. اللي تلاقاو مع تما كيسولوا على 3 د الأشخاص كيعطيوهم مواصفات ديال حوايجهم، ولكن حتى واحد ما شافهم من مرة. من بعد هادشي البوليس غيبغيو يديو خديجة باش تشوف راجلها، ولكن الأطباء هنا غيقولوا لها ميمكنش لك تدخلي حيت خاصو يرتاح وحتى واحد ما خاصو يدخل عنده من مرة. هادشي اللي خلاها تمشي لدارها حتى الغد لي عاد تجي عندهم. أنا بغا يوصل الغد ليه غيجي هاد الاتصال من المستشفى اللي نعس فيه الزوج ديالها وغيقولوا ليها بلا الزوج ديالك راه مات الله يرحمه. خديجة هنا غادي تصدم وغادي تبكي بواحد الطريقة هستيرية. والولاد بالدور ديالهم باش غادي يسيقوا الخبر بأنه الأب ديالهم راه مات غادي يدمروا ديال بصح. فلك أن تتخيل أنه أطفال العمر ديالهم ما كيفوتش 5 سنين الأب ديالهم مات. كيفاش غادي يعيشوا؟ شكون غيوكلهم؟ شكون غيشربهم؟ وزيد 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 وزيد. وهنا نخليكم أن تتخيلوا الحالة النفسية ديال هادوك الأطفال. البوليس هنا فاش غادي يعرفوا القضية فيها الموت غادي يزيدوا يشدوا البحث على القضية هذه، ولاو يتحركوا ليل ونهار باش يلقاو هذا المجرم هذا. فيما لقاو في مشتبه فيه كيعيطوا لها خديجة باش يسولوها واش هاد السيد هذا واحد من هذوك الناس اللي تهدى على الزوج ديالك. ولكن كل مرة كتجي عندهم كتقول لهم لا ماشي هو، انه البوليس ما قدروش يوصلوا لهاد المجرمين بمره. ولكن هنا غتجي واحد اللقطه اللي غتقلب كاع الموازين في هاد القضيه هادي، ولا غيقلب الموازين في هاد القضيه. هي الام ديال اسماعيل الله يرحمه غتمشي عند البوليس وغتقول لهم ان شفت شي حاجه ان ماشي هي هذيك. البوليس غيقول شنو واقع. فاذا بالام ديال اسماعيل بان واحد السيد كيجي للدار ديال ولدي اسماعيل. المشكله هنا كيجي مع 12 ديال الليل ولا الوحده. كيبقى يدور تما حتى ما يبقى ليه حتى واحد الزنقة عباش كيدخل دار ولدي الله يرحمو على الزوجة ديالو. وهنا سيدي يدخلني الشك من هادشي، حقاش هادشي كيوقع ما مرة ما جوج ما 3. والأكبر من هادشي بأنو داك السيد ما من عائلتي ما من عائلتها. ولا غازي يوسوسني كتر في هاد القضية هادي بأن الزوجة ديال ولدي راه مازال بالعدة ديالها. وهنا سيدي ما نكذبش عليكم أنا شاكة بأن الزوجة ديال ولدي هي اللي دارت فيا ديك الحالة. إن البوليس غادي يتصدموا من هاد الهضرة هادي وغيعرفوا بأن القضية فيها إن. بالإضافة لهادشي إنه لقاو واحد الدليل اللي غادي يبداو منو هاد القضية هادي. إن البوليس غيراقبوا الدار اللي ساكنة فيها خديجة وغيبقاو حتى الوقيتة اللي قالت لهم أم ديال إسماعيل في ديك الليلة
داك الساق غيجي قدام الباب ديال الدار ديال إسماعيل الله يرحمه، وغيبقى يدور تما حتى غادي تخوى الدنيا. من بعد هادشي غيدخل على خديجة للدار. البوليس هنا بغا يدخلو يساليهم في هاديك اللحظة، غادي يخليهم واحد شوية ديال الوقت باش يعرفوا شنو كيوقع تما بالضبط. إنه داز نص ساعة تقريبا عاد باش يدخلوا عليهم. والمصيبة هنا سيادنا أنه غيلقاو خديجة الزوجة ديال إسماعيل الله يرحمه ناعسة مع داك السيد في الفراش، أي أنه داخلين في علاقة غير شرعية. البوليس غيشدوهم بجوجهم وغيديوهم عنده، وتما غيبدا التحقيق معاهم. هنا أول حاجة غيبداو مع البوليس هي غيبغيو يعرفو شكون هداك السيد. تخيلوا معايا انه هذاك السيد عنده سوابق وديجا داخل الحبس بانه واحد البنت كان كيبغيها وهي ما كانش مسوق عليه، تعدى عليها ودخل على الحبس. والسيد هذا لان الاسم ديالو عبد الفتاح. انا غيدوزو عند خديجه باش يقول اش بينك وبين السيد هذا، اش دخل معك للدار. وهنا خديجه في الاول غادا تنكر بانه البوليس لقاهم ناعسين مع بعضياتهم. وهنا غادا تعترف وغتقول لهم شنو كاين. خديجه كتقول انه هاد السيد هذا عبد الفتاح، وهاد العبد الفتاح في الأصل خدار فواحد السويقة اللي كاينة في الحومة ديالهم. خديجة كتقول بأن لقيتها باش كنمشي نتغدى شي حاجة عبد الفتاح كان كيتبسل عليا وكنديرلوح ليا الهضرة، وشوية بشوية حتى كنوليو نهضرو أنا وياه وتكون بيناتنا واحد الصداقة. وهادشي كامل حيت فاش كتمشي للسويقة نتغدى كيقول لي الهضرة اللي زوينة بزاف، وأنا كنحس براسي حتى لقيت وليت كنمشي معاه للدار. وتخيل معايا انت ولا انت اللي كتفرج معايا في هذا الفيديو، بناو السيد اسماعيل اللي جابها من البادية وجا كاري على قبل مدينة كازا وخدام ليل ونهار غير باش يوفر لها شنو بغات. شو هي في الاخر باش كتزاديه كتمشي عاد الدار وكتمشي مع للدار باش نعس معاه. حقيقة ما كاينش اللي كيكره الشباب الزواج قلت هادشي اللي كنسمعو. حقاش اي شاب كيبغي يتزوج كيبدا يطيح ليه في بالو هادشي هذا، وإنه مكيعنيش قاع الدريات بحال راه فعلا كاينين بنات الناس وكاينين بنات الأصل. وتخيلوا معايا خديجة كتقول إنها 6 شهور وهي كتمشي معاه للدار. الوقيته اللي الزوج ديالها كيفيق مع الفجر وخدام الليل كامل، وهما العلم الله اش كيدير في داك الباتيسري. خديجة في خديجة في المقابل كنلقاوها مع خدار. خديجة كتقول إني وصلت لواحد المرحلة إنه وصلت وليت كنبغي فيه داك الخدار بزاف مقادرش نبعد منه. حاولت شحال من مرة مقدرتش نبعد منه. تعرفت راسي بأن كنبغيه. فكرت شحال من مرة إن نطلق من الزوج ديالي لأنه اسماعيل، ولكن كان السبب إنه كان بان عليه إنه العائلة ديالو كان رفضوا هادشي تماما وما يقبلوش شي مرة مطلقة في العائلة ديالنا. وأكثر من هادشي نظرة المجتمع إنها يقولوا هذيك السيدة إنها مطلقة، إنها خافت من العائلة ديالها ومن نظرة المجتمع عليها وما خافتش من الله سبحانه وتعالى. تخيلوا معايا بلي هنا ما غتلقاش شي حل آخر بأنه غتفكر بأنه العاشق ديالها عبد الفتاح القدار أنه يقتلو الزوج ديالو. ولما قالش في البداية ديال القضية إنه غيقولوا لا إنه أرملة وكتفضل بأنه ميقولوش لأنه مطلقة. هنا غيحطوا الخطة كيفاش يقتلوا اسماعيل الله يرحمه. غيتفقوا نهار الخميس باش يقتلوه. هو النهار اللي كيشد فيه اسماعيل الروبو ديالو، وهو هذاك النهار لأنه غتقشر فيه خديجة باش يمشيو للغابة. هادشي كامل كتربى به خديجة لأنه بغات تستدرجو باش تديه للغابة لواحد البلاصة اللي هي خاوية. خدت الزوج ديالها وولادها غيوصلوا للنقطة فين تبقات، وتما غيخرج عبد الفتاح وجوج من صحابو اللي عاونوه بقاو كيضربوا فيه حتى غادي يموت. كانت هادي الاعترافات ديال خديجة في آخر المطاف. خديجة والعاشق ديالها غيتحكم عليهم بالمؤبد، ودوك جوج اللي عاونوا عبد الفتاح على الجريمة ديالو غيتحكم عليهم ب30 عام ديال الحبس نافذة. في نظركم اش بان لكم في هاد القضية ككل؟ واش هادشي كيوقع في المجتمع ديالنا كيخلي الشباب ديالنا متخوف من الزواج؟ السلام عليكم. كانت هذه القصة ديالنا. ما تنساوش الاشتراك وخلنا الرأي ديالك في التعاليق. القضية ديالها ما غتساليش. تخيلوا معايا بأن خديجة محكوم عليه بالمؤبد كما قلت لكم، ولكن غيجي عفو الملكي بأنه غيجي له. خديجة خرجت من السجن حافظة لكتاب الله،
بالاضافه لهذا الشيء لانه شد الدبلوم في الخياطه، بالاضافه لهذا الشيء لانه خد دبلوم اخر في الحلاقه، والمده اللي دوزت في السجن ككل هي 22 سنه.